ودي كانت يعني تقرير عن الدورة الأولى لمهرجان الربيع الثقافي اللي بيبدأ من 16 إبريل وبيستمر لغاية 6 مايو. وشفتوا قد إيه هنا الاهتمام بالكتاب وبالفكر وبالإبداع والثقافة. وفي نفس الإطار هيكون موضوعنا النهاردة في الحوار بتاعنا. احنا النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية 26 إبريل من كل عام. وعن يعني ايه بقى الملكية الفكرية واهمية الافكار واهمية الابداعات واهمية الابتكارات، كل ده هنعرفه من خلال ضيفنا النهارده المهندس محمد مصطفى عامر، المهندس بالجهاز المصري للملكية الفكرية. اهلا بسيادتك معنا يا فندم. اهلا بحضرتك وبساده الجمهور. في البداية كلمنا ايه هو اليوم العالمي للملكية الفكرية؟ اليوم العالمي للملكيه الفكريه هو يوم بتحتفل به المنظمه العالميه للملكيه الفكريه بتاريخ انشائها سنه 1970 يوم 26 ابريل من كل عام. بيتم الاحتفال بالملكيه الفكريه واختيار مجال معين للاحتفال به، وهذا العام هيبقى عن الملكيه الفكريه والرياضه. طيب ازاي بيختلف بقى الاهتمام بالملكية الفكرية في هذا العام عن السنوات السابقة؟ هذا العام عشان كمان كاس العالم 2026 فمهتمين اكتر السنه دي بابراز تاثير الملكيه الفكريه في الصناعات في مجال الرياضه، وازاي ان التكنولوجيا خلت مجال الرياضه يبقى في تحديثات وتطويرات بالشكل اللي يبين للناس مدى جوده الصناعه دي من سابقا عن دلوقتي. طب عايزين نعرف بقى يعني ايه ملكيه فكريه؟ ما ناس كتير بتتساءل. تمام. ايه هي الملكيه الفكريه؟ وايه اهميتها بالنسبه لنا في مصر؟ وازاي احنا في مصر يعني بنحافظ على الملكيه الفكريه؟ تمام. الملكيه الفكريه احنا كل البشر عندهم ملكيه فكريه، كل البشر عندهم ابداعات ذهنيه وبيبقوا عايزين يحموها وعايزين ان هم ينشروها في العالم كله، بس ما حدش ياخد افكارهم او ما حدش يسرق الافكار دي وينسبها لنفسه. ايه هي نوعيه الافكار اللي بيبقى عليها ملكيه فكريه؟ ما مش كل فكره تمام. بتيجي في دماغي بيبقى عليها ملكيه فكريه. صحيح. اللي حضرتك بتقوليه صحيح جدا. اولا الافكار المجرده، مجرد فكره جت في دماغك، فدي مش معناها ان انت معاك ملكيه فكريه، ولكن التعبير عنها. طرق التعبير مختلفه. يعني حضرتك بتعرف تغني فبتعبر ان انت بتغني، حضرتك بتعرف تكتب كلمات اغنيه فبتبدا تكتب كلمات اغنيه، حضرتك بتعرف تلحن فبتبدا تمسك الاله الموسيقيه وتلحن. حد تاني بيعرف يخترع، فمش بيكتب الاختراع بس ولكنه بينفذه على ارض الواقع. فعندنا مجالات كتيره وانواع كتيره للملكيه الفكريه طبقا لافكارك الذهنيه. المهندس محمد مصطفى عامر، واحنا بنتكلم النهارده عن الملكيه الفكريه، خلينا نوضحها اكتر للمشاهد. يعني الاغاني المذاعه، مش الاغاني اللي واحد ممكن يكون بيغنيها هو لوحده في اي مكان او حتى على النت، هل دي تعتبر لو انا غنيت اغنيه ونزلتها على السوشيال ميديا هل بتعتبر ملكيه فكريه؟ ايوه بتعتبر ملكيه فكريه. اي طريقه تعبير واتاحتها للجمهور بيعتبر دلوقتي ان انت بتنسب هذا العمل لشخصك، ولكن في لازم نفرق بين الملكيه الفكريه اللي بتبقى محميه من تاريخ نشرها للجمهور، والملكيه الفكريه اللي بتحتاج ان حضرتك لازم تقدم طلب للحمايه. يعني الابداعات الفنيه والادبيه دي مش محتاجه ان انت تقدم طلب للحمايه، بمجرد ما بتتاحها للجمهور بيبقى محميه او منسبه لحضرتك. ولكن هناك بعض انواع الملكيه الفكريه زي العلامه التجاريه. انت عايز العلامه التجاريه دي تاخد عليها حقوق ملكيه فكريه فلازم تودعها في الجهه المختصه بذلك، كذلك براءات الاختراع. العلامه بس ولا العلامه والاسم التجاري للشخص؟ ما هو العلامه من ضمن انواع العلامه هو الاسم التجاري. ممكن يبقى الاسم فقط، ممكن يبقى الاسم ولوجو، ممكن يبقى لوجو فقط. ده نوع من انواع الملكيه الفكريه يحتاج ايداع لطلب. ايضا براءات الاختراع بقدمه فين هذا الطلب؟ دلوقتي في الجهاز المصري للملكيه الفكريه التابع لمجلس الوزراء. تمام. يعني ده في الوقت الحالي عندنا برضو براءات الاختراع. اخترعت حاجه جديده عشان تنسب ليك، لازم الاول بنسميها فيرست فايل، انت الاول تقدمها كطلب براءه اختراع او تصميم صناعي، كذلك بيتطلب ان انت تقدم طلب. فحسب النوع بتاع الملكيه الفكريه بيبقى فيه ممكن نقدم طلبات وممكن من تاريخ نشرها. طيب الملكية الفكرية في مصر وكيف يتم حمايتها؟ يعني سواء بقى كتاب، قصيدة، أغنية،
ازاي بيتم حمايتها؟ وهل معنى ان في ملكيه فكريه للشخص ان انا مش متاح ليا ان انا استخدم، يعني انا مثلا لو مستخدم للسوشيال ميديا وعايزه اطلع على احد يعني المواقع واغني اغنيه معروفه لشخص ما، هل ده بيعتبر تعدي على الملكيه الفكريه؟ وهي ايه هي اشكال التعدي على الملكيه الفكريه؟ طيب نبدا الشق الاول من سؤال حضرتك، ازاي بيتم الحمايه او من امتى او احنا موجودين من امتى في مصر. الملكيه الفكريه في مصر موجوده من الثلاثينات، يعني من 1939 او 32 مع القوانين اللي هي في البدايه، ثم تطور الامر الى ان صدر القانون 82 لسنه 2002. ولكن نقطة التحول الجذرية كانت سنة 2022 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يعني برعاية رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. من الغرض من هذه المبادرة بقى، ويعني ازاي بقى تم هنا بقى تفعيل فكرة الملكية الفكرية المصرية بالفعل؟ المشكلة زمان كانت الملكية الفكرية أو حماية حقوق الملكية الفكرية منتشرة في جزر منعزلة ما بين 6 وزارات مختلفة. يعني حضرتك مش عارف نوع الملكية الفكرية بتاعتك، فمش عارف تروح فين، فكنت بتكسل ان انت تروح. مرة يقول لك أكاديمية البحث العلمي، مرة يقول لك وزارة الثقافة، مرة يقول لك لا ده وزارة التموين، حد يقول لك تاني لا ده في الإعلام في المجلس الأعلى للإعلام. فأنت ما كنتش عارف انت تودع الملكية الفكرية بتاعتك فين بالظبط أو الطلب. الاستراتيجية غيرت المسار ده تماما، ان خلينا كل تجميع كل مكاتب الملكيه الفكريه تحت مظله واحده اسمها الجهاز المصري للملكيه الفكريه. يعني حضرتك مش محتاج تروح للست جهات، محتاج تروح لجهه واحده هي اللي هتتعامل معاها في كل انواع واشكال الملكيه الفكريه اللي تخص حضرتك. ده الشق الاول فيما يخص ازاي بتودع الملكيه الفكريه او التغيير والتنوع اللي حصل من زمان عن دلوقتي. النقطة الثانية فيما يخص أشكال الاعتداء. حضرتك من ضمن الحقوق التي يحصل عليها المؤدي مثلا أو فنان الأداء، إن حضرتك ما تقدرش تأدي نفس أغنيته أو ما تقدرش تأدي أداؤه إلا بإذن منه، وبرضه كاتب الكلمات أو الألحان. يعني حضرتك في دلوقتي أغنية مشهورة، فحضرتك بدأت ان انت تطلع على السوشيال ميديا وتؤدي هذه الأغنية بأي شكل بقى، بأي سواء شكل أنا عايزة أديها بشكل كوميدي أو بأي طبعا. شكل من الأشكال، أو إن أنا بتريق زي ما زمان كده كنا بنشوف يعني أنا بسخر من أغنية ما، أو بستخدم بعض كلمات الأغنية للسخرية. فهل ده يعاقب من وجهة نظر الملكية الفكرية؟ طبعا، لان كاتب الكلمات والالحان هو اسمه المؤلف، حق المؤلف، هو له حق على الاداء العلني والاتاحه، وان انت لازم تاخد منه اذن عشان تغني الاغنيه في مده الحمايه القانونيه المقرره، والمده دي بتبقى طيله حياه المؤلف زائد 50 سنه بعد وفاته. لكن حضرتك ممكن ان انت تكتب كلمات جديده وتلحن الحان جديده وتغني اغنيه من ذهنك. ده اللي متاح، لكن لانك انت ممكن. طب لو استخدمت لحن مثلا على كلمات من عندي، لحن صحيح. مشهور، ازاي بيتم التعامل مع هذه الافكار، وازاي برضه هيتم يعني ادانه هؤلاء الاشخاص؟ يعني انا على السوشيال ميديا هتدور عليا فين وهتجدني ازاي، وازاي هيتم ادانتي؟ ولا الفيديو ده بيتم زي ما بيعمل كده الكثير من المواقع على السوشيال ميديا، انهم بيغلقوا هذا البرنامج اللي فيه ده او الفقره صحيح. اللي فيها هذا الاختراق او هذا التعدي؟ ده بيرجع ان احنا في الوقت الحالي بقى في تكنولوجيا كتيره جدا وحديثه بالزبط. يعني المواقع من تلقاء نفسها بقى عندها تقنيات حديثه لمنع هذا الاعتداء، منها ان هي مسجل عندها في الارشيف مليارات من الالحان اللي موجوده، فبيتم التطابق ما بين اللحن اللي حضرتك بتغنيه دلوقتي مع لحن موجود في داتابيز او في قاعده البيانات اللي موجوده في المنصه دي، وبيبدا اجراء اولي بغلق اللحن عليه او عمل ميوت او غلق الصوت او حتى سترايك، ان يتم حذف الفقره تماما. طب لو ما ده ما حصلش، بيتم ابلاغ صاحب الحق الاصلي. يعني ساعات الملحن الاصلي بينزل على صفحته الحانه
المتأرشفة عنده او حتى الحديثة، وبيتم ساعتها ابلاغه ان في حد بيعمل نفس الاغنية او بيغني نفس الاغنية. وشفنا احداث كتيرة حصلت في مصر ازاي تم ابلاغ الملحن الاصلي، وبيتم اجراء ان هو لا اما اجراء في المحكمة لا اما اجراء مع المنصة اللي نشرت هذا الفيديو. هل الملكية الفكرية لها تأثير على الاقتصاد وعلى التنمية وازاي؟ بالطبع كتير جدا. من المصادفات اللي دايما واحنا بنقولها للطلبة في المحاضرات، انك لو بصيت على قائمة الدول ال20 الاقتصادية الكبرى هتلاقي ان هذه القائمة هي نفس القائمة اللي موجودة في الدول الاكثر ايداعا لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية. فده بيبين، الجراف ده بيبين قد ايه ان هذا المؤشر ان في يعني تناسب ما بين الاقتصاد والجي دي بي او الناتج المحلي الاجمالي للدول، وما بين ايداعها للابتكارات والاختراعات. فده مهم جدا ان الدول العظمى اللي حضراتنا شايفينها دي مش من يوم وليله، دي عندهم اختراعات وبداوا ان هم يهتموا بمجال الملكيه الفكريه لان ليه عائد اقتصادي كبير جدا. ودلوقتي بقى الملكيه الفكريه بنسميها الاصول غير الملموسه. هو اصل ولكنه غير ملموس. غير ملموس، واحد من الحاجات الماديه، مش فلوس، مش معنويه، مش مباني، مش حاجه ماديه ولكن حاجه معنويه، وهو غير ملموس. ولكن يتم التعامل معها في عمليه التمويل والبنوك. يعني بنشوف بنوك عالميه بتبدا دلوقتي ان هي ممكن تديك تسهيلات وضمانات وقروض بناء على العلامه التجاريه بتاعتك. او فكره او فكره انا بطرحها مثلا، وفكره قويه هتنجح مثلا في المستقبل او في مجال الطب او في احد المجالات، فبالتالي احد البنوك بيمول هذه الفكره طبعا. فخلينا نتكلم برضو على المنظمات زي منظمه الويبو، والى اي مدى احنا التعاون بيننا ك يعني مؤسسات للملكيه الفكريه ومنظمه الويبو. منظمة الوايبو هي منظمة يعني جديرة بالاحترام. هي بتقف جنب الدول العالم كله في عملية تحسين البيئة أو تحسين مجال الملكية الفكرية في هذه الدول. التعاون ما بين مصر والوايبو ده تعاون قديم جدا وتعاون رائد حتى الآن في كل المجالات، وهي بتعتبر ان مصر من الدول الرائدة في عملية تدريب الملكية الفكرية والتوعية للملكية الفكرية في العالم كله. احنا عايزين اقول لحضرتك ان في مصر في 34 مدرب دولي معتمد من الوايبو، بيتم الاعتماد عليهم بشكل كبير جدا في زيادة الوعي بالملكية الفكرية في المنطقة العربية كلها وفي أفريقيا على وجه الخصوص. أيضا مصر ليها مكانة كبيرة جدا في المناقشات للاتفاقات الدولية والاجتماعات المجالس العمومية في الوايبو. فالنشاط كبير والنشاط ملحوظ، وبنشارك دايما في الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية مشاركة متميزة، والسنة دي احنا مشاركين مشاركة متميزة جدا. تمام. احنا قلنا السنة دي هيبقى في هتبقى خاصة بالرياضة. أهمية بقى ان هي يعني كل سنة بيتم وضع يعني زي ثيم كده خاص بهذا العام، وازاي بيتم الاهتمام بقى؟ هل هي معنى كده ان انا هيبقى السنه دي كل اهتمامي من خلال هذه الملكيه الفكريه بالرياضه فقط، ولا لا ده يعني بس ده هو مجرد ثيم؟ هو مش حته مجرد ثيم، ولكن احنا دايما بنحط سبوت على مجال معين عشان ناكد للناس ان الملكيه الفكريه هي موجوده في كل المجالات الحياتيه اللي احنا عايشينها. فبنقول لهم تخيل ان التيشيرت اللي بيلبسه اللاعب ده ممكن يبقى حاصل على براءة اختراع، لان النسيج ده بيبقى تكنولوجيا معينه. ايضا اللوجو بتاع الفرق، بنقول للفرق خلي بالك اللوجو ده انت ممكن تكسب منه كتير جدا لو سجلته كملكيه فكريه، وتمنع الغير انه ينسب هذا المنتج للنادي، لان في منتجات كتيره بتبقى موجوده في السوق بتنسب ان هي تبع النادي وهي مش تبع هذا النادي. ايضا التكنولوجيا الحديثه، حضرتك بنشوف الخناقات والمشاجرات دلوقتي على الكره اوف سايد ولا لا، بالظبط. ولكن حديثا بالفار سيستم اللي هو التكنولوجيا اللي هو براءات اختراع بنقدر نحدد بدقه جدا الكره بقت داخل المرمى ولا مش داخل المرمى. وده مش في كرة القدم فقط، ولكن السباحة بنعرف الريكورد مين قبل مين ب10 ثانية. فده كله من اختراعات ومن امور متعلقة بالملكية الفكرية. طب ده هيخليني بقى اسأل كمان على حماية المحتوى الرقمي
من الملكيه الفكريه مع انتشار بقى المواقع ويعني وانتشار ال 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 الافكار كمان على هذه المواقع؟ عايز اقول لحضرتك من المصادفه الغريبه ان المشرع سنه 1886 كان عنده رؤيه ثاقبه في المستقبل ان المحتوى على بالنسبه للادب والفني هو محتوى متطور يوميا وممكن كل ساعه، وعشان كده الاتفاقات الدوليه في المجال بالذات بتاع المحتوى والادبي او الفني او الفيديوهات بنسميها المصنفات السمعيه البصريه والاغاني والحاجات دي كلها، قال مش الزام للايداع، لان الفنان ما عندوش وقت. خلاص هي كده انتشرت. اول ما بتنزلها بتتاحها هي بتتم الحمايه. عشان طب كده انا كل يوم يعني عفوا على المقاطعه، ولكن ما كل يوم بنشوف على الفيديوهات وعلى يعني الريلز وغيرها افكار موجوده قبل كده لكن بشكل مختلف او يعني صحيح. يعني ناس بتحكي حكايات وناس بتحكي قصص مأخوذه من قصص عالميه صحيح. او غيرها، هو ما فيش حاجه بتطلع من النهارده. وفين برضو في برضو ايه زي ما كنا بنقول زمان يعني توارد خواطر. صحيح. كل ده موجود طبعا. فازاي هنا بيتم يعني التعامل مع هذه الافكار وتوارد الخواطر ولكن من خلال حمايه الملكيه الفكريه؟ الفلكسبيليتي او المرونه اللي موجوده في قوانين الملكيه الفكريه مش بتحجر على الابداع. لان حضرتك ممكن الحبكه اللي حضرتك عملت بيها الاغنيه او عملت بيها الفيلم والقصه غير حبكه دراميه قام بيها مؤلف اخر، فبالتالي بنسيب عمليه هو مين اعتدى على مين او هي الفكره ماخوذه بشكل كامل او لا لمحكمه الموضوع، لان هناك اقتباس محمود. يعني في بعض الاوقات ممكن شوت مثلا 4 دقائق اخد 5 ثواني عشان اعلق عليهم. في هذا الحال عندي ألف ليله وليله اتقدمت في مليون شكل، يعني باليه وافلام وموسيقى حاجات بنسميه التحوير بالظبط. وده عشان لو احتكرنا العمل الفني او القصه كامله على شخص واحد المبدعون يعني هيتوقفوا عن الابداع. مهندس محمد مصطفى عامر، هل مهم بقى هنا ان احنا نبتدي نضع فكره الملكيه الفكريه في التعليم الاساسي عند الاطفال عشان يبقوا فاهمين كده وهم طالعين يعني ايه ملكيه فكريه؟ يعني سؤال حضرتك مهم جدا، وده بالفعل احنا في مشروع معمول من سنه 2021 مع وزاره التربيه والتعليم لحمايه حقوق وتدريس حمايه حقوق الملكيه الفكريه في المدارس، وبالفعل في بعض المناهج بتاخذ او درس عن الملكيه الفكريه في الدراسات الاجتماعيه او في العلوم او في القراءه، وده موجود بالفعل، ولكن احنا عايزين نزوده. المبادره بدات ببعض المدارس التعليميه والمهتمه بالعلوم، ولكن المبادره لازم تكبر على كده، وده بنامله في المستقبل ان شاء الله. عايزين بقى كلمه اخيره بتوجهها للشباب في مصر حول فكره يعني حمايه الملكيه الفكريه. انا دايما بشجع الشباب على ان هم يبداوا بالشركات الناشئه. دلوقتي لازم تبدا حضرتك ان انت تدور على افكار مبدعه، السوق محتاج ايه، وتبدا ان انت تطور من هذه المنتجات وتحسنها وتحمي حقوق الملكيه الفكريه، لان انت هتلاقي بعد حمايه حقوق الملكيه الفكريه انت حضرتك بقيت من الشركات الرائدة في هذا المجال، وبتبدأ تصدر وتطور منتجاتك سواء منتجات رقمية أو منتجات مادية بيحتاجها السوق، وده بيزيد من الابتكار وبيزيد من الاقتصاد الوطني، يعني ليه يعني تأثير مباشر وغير مباشر، وبالتالي هتبقى مؤثر في المجتمع بشكل قوي. كل الشكر والتقدير لضيفنا اللي نورنا النهارده المهندس محمد مصطفى عامر، مهندس في الجهاز المصري للملكيه الفكريه والخبير والمدرب المعتمد من المنظمه العالميه للملكيه الفكريه. كل الشكر والتقدير لسيادتك من